إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس العالم في أمريكا الشهر اللي جاي إعلان غريب شوية، لأن المنتخب استبعد المهاجم اللي كله يتكلم عنه، كله توقع له توهج في الفترة اللي جاية، بالأخص لأنه انضم لمنتخب مصر، وهو المهاجم الطاهر عبد الله مهاجم نادي إنبي، المهاجم اللي أخذه الكابتن حسام حسن وراهن عليه. أمس استبعدوا الكابتن حسام حسن، يعني من مهاجم لمنتخب مصر الأول لحاليا استبعد اللاعب. الموضوع ده لازم يتوقف عنده، لأن أنت ليه خدته من الأول؟ أنت كمان خدته ما لعبتهوش حتى لو دقيقة واحدة بديل. يعني كابتن حسام حسن خد اللاعب وخد المهاجم ده راح بيه وجابه وفرح اللاعب وكل حاجة، لكن حتى بديل ما لعبهوش. الكابتن حسام حسن هيعمل أزمة نفسية مع اللاعب، والأزمة دي هتبقى كبيرة جدا جدا، لأن اللاعب راح معاك يا كابتن حسام لكن حتى بديل ما نزلش في أي مباراة. يعني أنت ما جربتوش معاك في المباريات عشان تحكم عليه. التدريبات دي حاجة عادية جدا، وأي لاعب ممكن يكون مخفق أو ممكن يكون أسطوري في التدريبات وما يلعبش، وشوفنا الحاجات دي مع أرن سلوت مدرب ليفربول لما قال إن أي لاعب ينفع يتدرب وأي لاعب بيبقى كويس في التدريبات، لكن مش أي لاعب بيأدي وبيبقى كويس في الملعب، وشوفنا ده بسبب استبعاده المتكرر لمحمد صلاح. لكن الكابتن حسام حسن عامل أزمة نفسية جدا للاعب، واللاعب ده ممكن نشوف هبوط كبير جدا في مستواه، زائد ان اللاعب ده في الفترة الأخيرة هو لاعب مؤثر جدا مع فريقه بالذات في المباريات المهمة. يعني شفناه في مباراة الزمالك في الدور الأول وفي الدور الثاني، وإنبي تعادل في الدور الثاني وفاز على الزمالك في الدور الأول من بطولة الدوري اللي انتهت بفوز الزمالك بطلا للدوري المصري. لكن شفنا اللاعب ده في المباريات الكبيرة والمباريات المهمة اللاعب فعال بشكل حلو جدا جدا جدا. كمان أزمة عماد نبيل دونجا نجم الزمالك السابق ونجم النجم السعودي الحالي، اللاعب اللي كان ليه مشكلة وقصة مع فتاة قالت ان هي تعرفت عليه عبر شات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكلمت الفتاة دي ان حصل بينها وبين اللاعب مقابلة، ولكن اللاعب نفى كل الاخبار اللي تداولت عن القصة دي كلها. وكمان المحامي الخاص باللاعب اتكلم ان في تشويش وفي ابتزاز لموكله دونجا، وان هياخد اجراءات قانونيه قويه جدا جدا ضد الفتاه وضد كل من تداول الخبر، علشان يحفظ للاعب كل حقوقه برا وجوا الملعب. واللاعب في الوقت الحالي في حالة لا يحسد عليها، ولكن منتخب مصر كفى اللاعب على أمانته وعلى صدقه، وأبقى باللاعب عماد نبيل دونجا مع المنتخب، واللاعب مكمل في القائمة اللي مسافرة للمشاركة في كأس العالم. كمان عندنا مشكلة الرخصة الأفريقية بتاعة نادي الزمالك، والرخصة الأفريقية بتاعة نادي الزمالك مش نهايتها 31 مايو، لا لسه الرخصة مكملة لحد 30 يوليو. يعني نادي الزمالك لسه قدامه مهلة بدل الشهر وشهرين، ونادي الزمالك في الوقت الحالي بيسعى جاهدا جدا جدا لتفادي مشكلة القيد علشان الرخصة الأفريقية. ونادي الزمالك بيخلص وخلص 8 قضايا اتكلمنا عنهم في الفيديو السابق، ارجع للفيديو هتلاقي كل التفاصيل اللي تخص القضايا اللي اتكلمنا عليها تخص نادي الزمالك والثمان قضايا اللي خلصهم نادي الزمالك بشكل رسمي في الفيديو السابق موجود في القناة. نادي الزمالك حل 8 قضايا، والنادي الزمالك في الفترة دي رايح لقصة ان هو ايقاف القيد يرفعه عن النادي علشان الرخصة الافريقية متوقفة على ان نادي الزمالك يخلص مشاكله كلها مع الفيفا. يعني نادي الزمالك في الفترة الأخيرة بيخلص وهيخلص إن بقينا 10 قضايا، هيجدول اللي يقدر منه وهيدفع اللي هيقدر منه. ونادي الزمالك في الفترة الجاية هنشوف له انفراجة قوية جدا جدا، وهنشوف وضع مختلف جدا مع نادي الزمالك. كمان معانا وهي رحيل الجزيري، رحيل سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك.
رحيل اللاعب في الوقت الحالي هو أمر أصبح شبه مطلب جمهوري، لأن اللاعب لا بيقدم ولا بيقدم ولا بيصنع فارق ولا بديل مؤثر. فكل الصفات اللي اتكلمنا عنها في اللاعب تخليه ما يكملش في نادي الزمالك. نادي الزمالك في الوقت الحالي محتاج لعيبة مؤثرة، محتاج بديل قوي، محتاج لاعب يصنع فارق. لكن سيف الدين الجزيري ما شفناهوش عمل أي حاجة زي كده في الفترة الأخيرة. وكمان اللاعب كل مباراة عن الثانية أداؤه يبقى أسوأ. الطايع عبد الله مهاجم إنبي واللي كان من كام يوم مهاجم في منتخب مصر، اللاعب دخل في حالة حزن كبيرة، لأنه كان شايف إن هو يستحق إن هو يكمل مع منتخب مصر وإن هو يروح كأس العالم مع المنتخب المصري، وكان شايف إن هو يستحق فرصة من الكابتن حسام حسن. زائد إن اللاعب الكابتن حسام حسن مجربهوش بأي شكل من الأشكال علشان يحكم عليه. يعني الكابتن حسام حسن لم يجرب أقطاي عبد الله نهائيا، وحكم على اللاعب ومشى اللاعب من القائمة النهائية واستبعد اللاعب أمس بدون أي تجريب. هتكلمني عن إن اللاعب في التدريبات كان ممكن يكون سيء معاه، ما أقنعهوش. طب ما أنت شفته قبل كده في المباريات كلها مع إنبي وأنت اللي اخترته. هل اللاعب أنت كنت جايبه علشان هيروح الأهلي، وأول ما عرفت إن هو مش هيروح الأهلي رجعت في كلامك ومشيت اللاعب من معسكر المنتخب المصري؟ كل الكلام في الفترة الأخيرة بيشير لتداول القصة دي، إن حسام حسن مجرد ما عرف إن اللاعب ده مش مكمل في قصة صفقته مع الأهلي استبعد أقطاي عبد الله من المنتخب الوطني المصري. واللاعب حاليا في حالة حزن، لكن كابتن حسام حسن اللاعب الأهلي بيتواصل والأهلي عايز يخلص في اللاعب، وقريب جدا اللاعب هيوقع بشكل رسمي للنادي الأهلي. هداف الدوري المصري أحمد ياسر ريان، واللي أنهى مسابقة الدوري المصري بهدافها المهاجم صاحب ال 13 هدف وصاحب جائزة هداف الدوري المصري الموسم اللي انتهى قريبا. المهاجم ده على رادار نادي الزمالك، ونادي الزمالك شايف ان صفقة المهاجم ده هتكون قوية جدا جدا وهتكون مؤثرة وهتكون فارقة معاه، لان احمد رئيس الريان هو مهاجم حاليا للدوري المصري، وهو لاعب صاحب غزارة تهديفية وصاحب حس هجومي قوي، وكمان اللاعب في العمر صغير في العمر، يعني بتبني عليه فريق. فالزمالك في الفترة دي بيخلص وبيحاول جاهدا مع المهاجم احمد ياسر ريان، وان شاء الله هنشوف الاعلان قريب جدا لمهاجم قوي جدا هينضاف لنادي الزمالك في الفترة اللي جايه بعد مشكلة فك القيد، والزمالك قادر عليها وقادر على التوقيع مع المهاجم، والمهاجم هيكون إضافة مؤثرة جدا. هل من وجهة نظرك شايف إن المهاجم يكون إضافة مؤثرة زي ما أنا شايف؟ أرقام إنفاق النادي الأهلي والأرقام دي نشرها الإعلامي خالد طلعت، والأرقام تقدر ب2 مليار جنيه أنفقها النادي الأهلي على فريق الكورة، على الإدارة، على المستحقات، على الصفقات، على المدير الفنيين اللي جم واللي مشوا، 3-4 مديرين فنيين لحد دلوقتي بياخدوا فلوس من النادي الأهلي. إلا إن الأرقام دي كبيرة جدا على النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي ينفق 2 مليار جنيه ويطلع بموسم صفري. وكمان الخطيب رفض إن هو يشارك بالكارت الذهبي في بطولة السوبر المصري. أرقام قوية جدا جدا، ومين هيحاسب النادي الأهلي على إنفاق الأرقام دي كلها؟ ومين هيتكلم على الكلام ده كله؟ ملف البرازيلي اخوان بزيرة، والملف اللي كله اتكلم عنه وان اللاعب حاليا في اجازته، فالجميع والكل بيتداول اخبار ان اللاعب هرب وان اللاعب مش هيرجع تاني الزمالك وان اللاعب غير سعيد بالزمالك. الكلام ده كله غير موجود وغير صحة لاي كلمة فيهم، لان بزيرة موجود في الزمالك، بزيرة سعيد جدا باللعب ومبسوط مع وجوده في الزمالك رغم ازمة المستحقات، رغم كل اللي بيعدي بيه الزمالك، الا ان اخوان بزيرة سعيد جدا بانضمامه بوجوده في نادي الزمالك. كمان الزمالك شايف ان اللاعب اضافه قويه جدا جدا والكل يتفق على ذلك، والزمالك في الفتره الاخيره بيدور ان هو يجدد ويمد عقد اللاعب مع نادي الزمالك لسنوات ثانيه، لان الزمالك بيبني فريق في الوقت الحالي وشايف ان هو حجر الاساس في الوقت الحالي هو اخوان بزيرة، وده
نتفق كلنا عليه كمان الزمالك في الوقت الحالي في رحلة البحث على مهاجم أجنبي وعلى مدرب أجنبي، رغم أن الزمالك أصلا لا يمتلك أي أموال، إلا أن الزمالك في الوقت الحالي عايز مدرب أجنبي. ولكن هناك ضغط كبير جدا جدا من مسؤولين كثير في نادي الزمالك على البقاء على الكابتن معتمد جمال، لكل الاحترام والتقدير، ولكن نادي الزمالك بيدور ان هو يقوي من الموضوع ده، لان شفنا الكابتن معتمد جمال في المباريات المهمه يعني في عدم اتزان في المباريات المهمه، في قلق من اداره المباريات المهمه المباريات الكبرى، وده بنكون مستنينه احنا اصلا كجمهور، وكل اداره بتكون مستنياه، وكنا مستنيين منه يفوز ببطوله الكونفدراليه. والجمله دي اللي مش هبطل اقولها في كل وقت، لان الزمالك كان يستحق الكونفدراليه. لو وصلت لاخر الفيديو ما تنساش دعمك باللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد.